دخول الحمام مش زي خروجه، دي حقيقة. وانتي داخلة الجوازة دي كل حاجة حواليكي كانت حلوة، كل حاجة جديدة، بداية جديدة، بيت جديد، عفش جديد، لبس جديد، نيو لوك جديد، الكل حواليكي ونازلة السلالم يا ما شاء الله عليها، وكل زغروطة بترد على التانية، الكل بيشجعك، ولا لعيب الكورة اللي جاب جون في الوقت البدل الضايع هيوصلوكي للباب ويقفلوا وراكي بالزغاريط والطبل والزمر وايه هيصة. جربي بقى تخرجي من الباب ده، للأسف مش هتلاقي حد مستني بره، محدش هيشجعك ولا هيبشرك ببداية جديدة، هتلاقي نفسك وحيدة، ولا عربية عطلت على الصحراوي في فجر ليلة شتاء. هتحسي بالوحدة والحزن والنبذ، لأن المجتمع خلاكي تحسي إن طالما اتطلقتي يبقى أكيد انت فشلتي وانت رضيتي بالأمر الواقع. زي ما الجواز بيكون بداية جديدة، أي تغيير مهم تاني في حياتنا هو بداية جديدة، حتى الطلاق. والبداية الجديدة دي احنا اللي بنقرر تكون سعيدة ولا لا باختياراتنا. علشان كده وانت داخلة على البداية الجديدة دي طلاق، في 7 حاجات لازم تعمليهم علشان دي تكون بداية ومرحلة جديدة في حياتك، خالية من الألم والفشل المزعوم اللي بيقرروا اللي حواليكي. رقم 1، ودي أهم نقطة، خطط مالية واضحة لحياتك. أي ست مطلقة حديثا لازم تعرف هي رايحة فين وجاية منين ماديا أول حاجة. لذلك نصيحة بنصحها لأي ست أول ما تطلق إنها لازم تشتغل وبسرعة. ده بالنسبة للستات اللي ما كانوش بيشتغلوا أثناء الجواز، لازم تشتغلي وبسرعة. الشغل هيفرق كتير في حياتك الجديدة في كل حاجة. أولا وأهم شيء إن انت ساعتها هتكوني مسؤولة عن نفسك، ومحدش هيقدر يضغط عليكي ماديا، لا أهلك ولا طليقك. محدش هيستغل حاجتك المادية في السيطرة عليكي والتحكم في قراراتك. محدش من أهلك هيقدر يتحكم فيكي. محدش هيقدر يجبرك إن انت تتجوزي في أسرع وقت. مش هتكوني مضطرة ترجعي لطليقك وانت مش عايزة. الاستقلال المادي بيديكي حرية القرار، وده مهم جدا لأي ست مطلقة. ثانيا الشغل بيخليكي مشغولة، عندك أهداف، طموح. حتى الست اللي كانت بتشتغل أثناء الجواز دلوقتي لازم تدي لشغلها طاقة وتركيز أكبر، وتحط خطط لنجاح أكبر في شغلها. الاستقلال المادي والنجاح في الشغل بيدي الست راحة واطمئنان إن أمرها بإيديها ومحدش يقدر يتحكم فيها. رقم 2، حوطي نفسك بناس إيجابية. خلي بالك كل اللي زغرتولك يوم فرحك ووصلوكي للباب مش هتلاقيهم يوم طلاقك. اهلك هيحسسوكي انك خسرتي وفشلتي، صاحبتك المتجوزه هتقطع معاكي عشان خايفه على جوزها اللي هي اصلا مش طايقاه، فجاه البواب هيبقى الحارس الشخصي لشقتك، ما هو بقى مسؤول عنك دلوقتي. زملائك في الشغل هيشوفوا ان انتي ست قويه وجبروت، وكل من ليه معاكي مشكله هياخدها حج عشان يتشفى فيكي ويجيب سيرتك ولو بالباطل. تيجي واحده تقولي انت عايزه مننا ايه ولا ايه، في ايه سويتيها في وشنا ليه؟ اقول لك ببساطه انا بقول لك الحقيقه الوحشه اللي بتوجع عشان تبقي عارفاها من دلوقتي، وما تاخديش وقت طويل في الصدمه، لان في الظروف اللي زي دي كل الناس بتبان على حقيقتها ونواياهم تجاهك بتظهر واضحه زي الشمس. طب تعملي ايه عشان كل ده ما يحصلش ومحدش يجيب سيرتك ومحدش يتكلم عليكي ومحدش يحاول يقول حاجه كده ولا كده عليكي بالباطل؟ كلمه واحده بس هتردي بيها على اي حد يسيء ليكي او يتكلم في حقك: طز طز وكمان طز. والله كلمتي المفضله منهج. طول ما هما زي الفيران بيصوصوا من ورا ظهرك اعملي نفسك مش واخده بالك. هتحطي عقلك بعقل فار، لكن يوم ما يطلع ويتنطط على كتفك نزليه بالشبشب، مش اقل من كده. اوعي تسمحي لحد يقلل احترامه معاكي، ما تسمحيش لحد يحسسك انك في مصيبه. علشان كده كل الدوائر اللي حواليكي بعد الطلاق لازم تتفلتر. تختاري الناس اللي يكونوا حواليكي ايجابيين، كلامهم خفيف ولسانهم لطيف، مش مولولاتيه. تجمعات صحباتك المتجوزين قلليها، عشان للاسف اغلبهم مره واحده هيجيله الجدري. اول ما واحده صاحبتهم تتطلق يدخلوا العزل، ما يطلعوش منه الا ما هي تتجوز تاني، وفجاه جوازك بيبقى امن قومي ومهمه يجب انجازها في اسرع وقت عشان يرجعوكي للمجموعه تاني. علشان كده فلتري كل ده، خلي جنبك الناس الحلوه الايجابيه اللي هتقولك كلمه حلوه وتشجعك، يسندوكي وقت الحزن بكلمه حلوه او طبطبه. مش تلاقي مرات ابو لهب بتقولك بسماجه: ما احنا قلنالك دل راجل ولا دل حيطه تريح عليكي يا طنط. رقم 3، امسفي حمامك القديم. اغلب الستات بيخرجوا من معركه الطلاق مطربين، بيكحوا تراب من اللي مروا بيه، بيبقوا منهكين وتعبانين جدا جسديا ونفسيا. كل واحده عايزه تدخل اوضتها وتقفل على نفسها قد سنه ولا 2. تمام، خدي وقتك، بس قبل ما تاخدي وقتك في البكاء على اللبن المسكوب خدي بعضك على اقرب كوافير وغيري شكلك، قصي شعرك، حطي اكستنشن، اي حاجه تحبيها، المهم تبقى جديده اول مره تجربيها. بعدها ندخل على الدولاب، لوك جديد، الوان جديده، ستايلات جديده، بدايه جديده ومنعشه. حتى على الاقل لو عايزه تزعلي شويه وتقفلي على نفسك تعملي كده وانت حلوه وانت واثقه في نفسك، تندبي وانت في كامل بهائك. يا صغيره على الهم يا لوزه، يا حلوه ومتبهدله يا لوزه، وانت في زيك يا لوزه. رقم 4، زوري دكتور نفسي. خارجه من جوازه ما يعلم بيها الا ربنا،
خارجه منهكه ومتبهدله، ولا اللي نازله من عربيه المترو في محطه رمسيس الساعه 8 الصبح اول الاسبوع. عارفين الاحساس ده؟ جربته انا ايام الكليه. تنزلي من المترو بقوه الدفع الثلاثيه وتبصي وراكي وتقولي وانا كنت جوه هنا ازاي؟ طب انا خرجت من المدعكه اللي جوه دي ازاي؟ اهو علشان تعرفي ازاي كنت جوه وقاعده وازاي خرجتي وهتعملي ايه بعد ما تخرجي. ساعات بتحتاجي حد يساعدك، واللي حواليكي ما بيقدروش يوفروا ده بشكل احترافي، يخليكي تتخطي الامر بشكل سليم وبطريقه اسرع وتكون صحيه، عشان تتخطي اي الم عديتي بيه في العلاقه دي. بس ابوس ايديكم، اختاروا دكاتره صح وتكونوا مرتاحين ليهم. عامل الارتياح النفسي للدكتور اللي قدامك مهم جدا. رقم 5، اعملي لستة بالحاجات اللي نفسك تعمليها. اي ست بعد الطلاق بتعاني من شويه فراغ، مش علشان جوزها اخد النقا وشرخ، لا، علشان هي متعوده على روتين معين في حياتها والتزامات محدده ومقرره بشكل روتيني، وكل ده اختفى مره واحده وساب مكانه فراغ. طب هنملى ازاي الفراغ ده؟ قومي هاتي الاجنده ولا النوتس اللي جنب التلفزيون، ما تنسيش القلم اللي جنبها. ايوه هم دول اللي بتقعدي قدام الشيف شربيني وتنقلي من وراه، ما بتعمليش حاجه في الاخر. هاتي لنا صفحه فاضيه اكتبي كل الحاجات اللي كان نفسك تعمليها وانت متجوزه وما عملتيهاش علشان جوزك رفض او ما كانتش من اهتماماته. ابتدي حطيهم في لسته كده، ابتدي نفذي واحده واحده، حتى لو حاجات صغيره وبسيطه، وهتلاحظي الفرق. اي حاجه مهما كانت صغيره، ان شاء الله تصبغي شعرك اورنج، اعملي اللي انت عايزاه. نامي في جنب السرير اليمين اللي طول عمرك هتموتي وتنامي ناحيته، والله هتلاقي حاجات صغيره كده تعدلك مزاجك، تحسي ايه ده في حاجات لطيفه اهو. رقم 6، سامحي وحبي نفسك. اكبر خطأ ممكن تقعي فيه بعد الطلاق انك تفضلي تعيدي وتزيدي في دماغك مع نفسك كل السنين اللي عدت وكل الاخطاء اللي حصلت وكل الوحش اللي حصل وكل الالم اللي اتألمتيه. انا غلطت في كذا وهو غلط في كذا، هو عمل كذا وانا عملت كذا، طب ليه كذا، طب ليه انا؟ تدخلي في دوامه كبيره وتفضلي تعيدي وتزيدي فيها. طول ما هتقعدي تفكري في اللي فات طول الوقت مش هتتجوزيه، مش هتتخطي الامر بسهوله. انت محتاجه تسامحي نفسك على اخطائك في الجوازه دي، تسامحي شريك حياتك السابق على الاخطاء دي لو ما كانتش كبيره او لو كان يستحق المسامحه، علشان تقدري تبداي بدايه جديده. احترامك لنفسك هو انك تحبيها وما ترضيش ليها الالم والحزن. حبك لنفسك يفرض عليك انك تساعديها علشان تتخطي الامر وتكوني سعيده. انت اتطلقتي عشان ما لقيتيش السعاده، يبقى من العبث انك ما تدوريش عليها بعد الطلاق. دوري على اي حاجه تساعدك واعمليها، بس الاهم تحبي نفسك وتشوفي انها تستحق الافضل. رقم 7، اتعلمي تقولي لا. المجتمع بيتوقع منك بعد الطلاق ان كل كلمه تتقالك تقولي بعدها نعم لاهلك، صحابك، زمايلك، لاي راجل هيتقدم لك، باعتبارك انك فشلتي في الاول ومش عارفه مصلحتك وهم عارفينها اكتر منك. طول الوقت هيجيلك عروض من كل الدنيا، الرجاله هيبقوا بالطوابير، بس كلام، كله كلام، جد فعل مفيش نهائي. وهنا لازم تقولي لا مش هرتبط تاني الا بحد يناسبني، مش اي حد والسلام. اهلك هيقولك لازم تتجوزي في اسرع وقت، لازم تقولي لا، انا محتاجه اخد وقتي ومش هكرر التجربه تاني الا وانا واثقه ان انا قدها والشخص ده مناسب ليا. وبالنهايه اوعي تسمحي لحد يعاملك على ان حياتك انتهت علشان اتطلقتي. اللي انتهى هو المرحلة دي من حياتك، وانتي داخلة على مرحلة جديدة بقواعد جديدة ودروس جديدة وروح جديدة لازم تكوني قدها. اتمنى لك كل السعادة والحب والخير في المستقبل. كنت معاكم انا فيبي انور.